العربية دي من أول العربيات اللي دخلت السوق الأوروبي وأكثر انتشارا، ولو بتبص على الستوريز بتاعتي هتلاقي إن أنا طول الوقت بصورها لك في أوروبا من المصنع الصيني لينكن كو. تعال أحكي لك القصة ابتدت إزاي. ابتدت عام 2016 في أول ظهور لعلامة لينكن كو تحت جروب كبير جدا وهو جيلي جروب اللي يمتلك علامات كتير جدا ومن ضمنها علامة فولفو الشهيرة. عشان كده فكروا إن العلامة دي تروح للسوق الأوروبي، فحصل تعاون ما بين جيلي وفولفو في انتاج العربيه دي، وبدات العربيه دي على طول تغزو الى اسواق اوروبا، تروح لحتت كتير قوي. اتصنعت في مصنع فولفو اللي موجود في بلجيكا، ودخلت على المانيا وفرنسا والسويد و حاجات كتير قوي. عشان كده العربيه دي من اول يوم دخلت في اختبارات السلامه والامان الاوروبيه. عشان كده جيت على الجونه اتفرج على اول ظهور للعربيه قبل الاطلاق الرسمي من وكيلها عز العرب، ودي اول عربيه هي اسمها 06. في عربيات تانية هتكون موجوده في الاطلاق الرسمي اللي هيكون قريب قوي. تعالوا نتفرج على لينكن كو 06.